النهارده عامة مش جاي احفزكم او اديكم حصة تنمية بشرية ولا اي حاجة من الكلام ده. انا جاي اكلمكم عن الاستراتيجيز اللي فعلا معظم الايجنتس الاقوياء في مصر بيستخدموها وبتفرق معاهم جدا. خليني الاول اعرفكم بنفسنا. احنا شركة Egypt Best Properties موجودين في الماركت بقالنا اكتر من 20 سنة، ومعروفين دايما ان احنا بنخرج اشطر الايجنتس في مصر كل سنة. دلوقتي بقى ندخل في الفيديو وركزوا معايا كويس جدا. خلونا نبدأ واحدة واحدة، واول نقطة هي انك تختار حاجة واحدة تتخصص وتبقى شاطر فيها، لان في حاجة احنا بنؤمن بيها جدا، وهي انك لو حاولت تخدم كل الناس في الاخر بجد مش هتخدم حد. السيستم مش حاجة معقدة خالص، يعني انت بس محتاج تكون جاهز من اول كول مع الكلاينت بتاعتك في ان هو عايز يعمل ايه بالظبط، عايز يشتري فين، لغاية ما يمضي الكونتراكت بتاعه. لما بيكون عندك بروسس واضحة بتوفر اصلا وقت ومجهود للكلاينت بتاعك. للاسف معظم الايجنتس دلوقتي لما بيجي لهم ليد، من كتر الليدز هم مش بيعملوا فولو ابس، مش بيكلموا الكلاينتس بتاعتهم، مش بيحاولوا يوصلوا لهم تاني، ما عندهمش CRM او اي حاجه من دي يعرفوا يوصلوا للكلاينت تاني. بعد فتره يكتشفوا صدفه ان هو اصلا اشترى مع حد تاني، وكان ممكن يكلموه في البروجكت اصلا ده، نفس البروجكت بالظبط اللي كان جاي عليه. بس البروفيشنال ايجنتس دايما بيفكروا بشكل مختلف، او اللي بقالهم فعلا كتير في الماركت، او اللي اتعلموا صح. يعني انا ما ينفعش اول فولو اب اصلا اعمله بعد يومين. كلمتني النهارده خدت ريكوست، اول فولو اب ليا برضو النهارده انت بعتلي الحاجات على الواتساب، بعتلي كونتنت مفيد، بعتلي بروشورز، بعتلي لايف فيديوز، بعتلي حاجات كتير قوي، بس انا لازم النهارده احدد معاك ميتنج او اشوف اصلا الكونتنت ده او الحاجات اللي انا بعتها دي فعلا مناسبه ليك ولا لا. حاجه تانية، في شركات كتير للاسف دلوقتي ما عندهمش CRM. سهل قوي ان انا مثلا ايجنت فعلا عايز اعمل حاجه، امسك اكسل فيري ايزي، احط رقم الكلاينت، اسمه، الفولو اب بتاعه معايا الاخير كان عامل ازاي، ايه النكست ستيب. كل الحاجات دي لازم تكون اصلا موجوده عندي، عشان مع الوقت انت لسه بادئ النهارده، ممكن مع الوقت بكره ممكن تلاقي فجاه عندك اصلا 10 كيسز، ممكن تلاقي فجاه عندك بكره 0 كيسز، عشان انت ما عملتش الفولو اب الصح، ما فضلتش ورا الكلاينت، بعت له الحاجه كده وخلاص وسكت.